أكد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء في سلة أن تسليم الدفعة الأولى من مروحيات الهليكوبتر الهجومية من طراز AH-61 أباتشي يمثل خطوة هامة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال حفل استلام 6 مروحيات قتالية من طراز أباتشي AH-64E الذي أقيم بالقاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية بسلا، أشار المفتش العام إلى أن نجاحنا في تنفيذ مشروع اقتناء مروحيات الأباتشي هو إضافة جديدة للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين. وأبرز أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل تزويد القوات المسلحة الملكية بقدرات حديثة أثبتت فعاليتها الميدانية. وفي هذا السياق نوهوا بالمزايا التكنولوجية لمروحية الأباتشي التي تحظى بسمعة عالمية بفضل قوتها القتالية وكفاءتها العالية في ساحة المعركة. وأضاف أن إدماج هذه المروحيات ضمن القوات المسلحة الملكية سيعزز من قدرات الدفاع عن وحدة ترابنا الوطني والمساهمة في حفظ السلم والأمن، كما سيزيد من التنسيق الفعال بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، مما يسهل التنسيق أثناء المناورات والتدريبات المشتركة، خاصة في تمرين الأسد الإفريقي السنوي نننا. وأشاد بالمشاركة المستمرة للولايات المتحدة كشريك أساسي للمغرب، موضحا أن وصول هذه المروحيات يعزز التعاون الدفاعي بين البلدين ويؤكد التزامهما المشترك في بناء السلام من خلال التحضير العسكري والمساعدة المتبادلة بين الحلفاء. وأكد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية التزام القوات المسلحة الملكية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك بمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وقد حضر هذا الحفل كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية. كما شارك في الحفل وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا US أفريكوم، بالإضافة إلى القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالمغرب إيمي كوترونا.